مساء الخير يا حلوين. النهاردة هنعمل لكم وصفة لذيذة وطعمها حلو جدا، هتعجبكم ان شاء الله، خصوصا انها بتدفي جدا في الشتاء. بالنسبة للشتاء اللي دخل علينا فجأة هتعجبكم قوي ان شاء الله لما تجربوها. بس ما تنسوش تشتركوا في القناة وتدعموني بلايك. ويلا بينا نبدأ. الوصفة بتاعتنا النهاردة هي البطاطا بالبشاميل الحلو. الطريقة سهلة جدا والمكونات بتاعتها هتكون متوفرة جدا جدا في البيت، مش هنحتاج نشتري غير البطاطا بس. وصدقوني هتعجبكم جدا، مش هتبطلوا تعملوها في الشتاء وهي بتدفي كده وهي سخنة، وطعمها بيبقى لذيذ قوي ومختلف كمان عن البطاطا المشوية. تقدروا تجربوها ان شاء الله، والوصفة اكيد هتعجبكم لانها سهلة جدا. وكمان البطاطا متوفرة حاليا في الاسواق، هتلاقوها بسهولة. يلا بينا نبدأ. اول حاجة طبعا هيكون عندك البطاطا بتاعتك، سواء البطاطا بقى كانت الحمراء او البيضة، الاتنين بيكون طعمهم حلو حاليا، لان الشتاء بتكون البطاطا بتاعتها اصلا طعمها حلو زي ما انتوا شايفين معايا. طبعا انا قطعتها وهوريكم برضو شكل التقطيع بتاعها. معايا كمان معلقة من الفانيليا، كوباية من السكر، معايا كمان معلقتين كبار من الدقيق عشان نعمل بيها البشاميل، ودي طبعا البطاطا. معايا كمان جوز هند وزبيب، لو حابة تحطي مكسرات سواء فول او فستق. معايا كوبايتين من اللبن، وهاخد معلقة كبيرة من القشطة، سواء عندك قشطة بتاعة اللبن او قشطة انت جايباها. وهاخد كمان معلقة كبيرة من السمنة. وادي الطريقة بتاعتي والمكونات، ولا اسهل من كده، وموجودة ان شاء الله في البيت. هنشتري بس البطاطا وهنبدأ على طول. اول حاجة هنجيب البطاطا ونبتدي ان احنا نقشرها من القشر بتاعها ده زي ما انتوا شايفين. طبعا انتوا شايفين ان انا مستخدمة المقوار بتاع البتنجان، بقشر بظهره عشان يطلع لي القشر بتاعها رفيع ما ياخدش من البطاطا. بعد ما تقشريها هتبدأي ان انتي تقطعيها، ونعملها بقى يا اما مكعبات او لو عايزة تعمليها حلقات، ايا كان نوع التقطيع مفيش اي مشكلة، لان كده كده في الاخر احنا هنهرسها بعد ما تستوي. زي ما انتوا شايفين هقطعها بقى مكعبات، وهجيب حلة واحطها على النار، واكون غسلت البطاطا، وانزل على الحلة احط البطاطا وكوباية السكر وكوبايتين من المية، واديها بقى تقليبة كده واسيبهم يتسلقوا مع بعض. تقريبا هتاخد معاكي نص ساعة. طبعا زيها زي البطاطس المسلوقة، عشان تعرفي ان هي استوت بتاخدي واحدة كده وتهرسيها، لقيتيها تمام بتاخديها بقى وتبتدي ان انت تصفيها. خلي بالك ما ترميش المية بتاعتها، لان احنا هنحتاجها دلوقتي لما نيجي نعمل البشاميل. هبتدي ان انا اصفيها واخد بس البطاطا، واجيب بقى شوكة واهرسها.
شايفين هي قد ايه مهروسة؟ المسلوقة بتاعتي طرية جدا، بتتهرس بقى بسرعة زي البطاطس بالظبط. الفرق بس ان البطاطس بتكون حادقة، وهنا هنعملها بالطريقة الحلوة. هجيب بقى حلة واحط معلقة سمنة كبيرة، هسيح بقى السمنة، وهيكون معايا معلقتين كبار من الدقيق عشان ابدأ اعمل البشاميل. هنزل بقى بالدقيق وابتدي اقلبه مع السمنة لغاية كده لما يتحمر يديني اللون الذهبي. زي ما انتوا شايفين كده ابتدى ان هو يتحمر معايا. هكون مجهزة بقى اللبن بتاعي، كوبايتين من اللبن، هنزل بقى بيهم على الدقيق وابتدي اقلب كويس لغاية لما يدوب ويعمل البشاميل. وكمان معايا المية بتاعة البطاطا لان فيها السكر، وهو ده اللي هيخلي البشاميل طعمه حلو. تقلبيه بقى كويس قوي، وناخد معلقة من الفانيليا، وكل ما بتقلبي فيه كل ما بيتقل معاكي. وهحط معلقتين كبار من القشطة، هخليها بقى تسيح. لو حابة ان انتي تخففيه ممكن تزودي كوباية من اللبن او كوباية من المية بتاعة البطاطا. وبرضو لو حابة تزودي السكر ممكن تدوقيه على حسب احتياجك للسكر. هجيب بقى طاجن البايركس، ومعايا كمان المكسرات، معايا جوز الهند والزبيب، معايا كمان لو حابة تحطي مكسرات، وكمان البطاطا المهروسة. والبشاميل هبدأ اخده واحط طبقة من تحت، هفردها كده في الطاجن، وابتدي انزل بالبطاطا بتاعتي المهروسة. حاولي ان انتي توزعيها على الطاجن بتاعك زي ما انتوا شايفين معايا كده. حاولي ان انتي تفرديها في الطاجن كله. طبعا عادي ان يطلع من البشاميل اللي يتحط عليها، لان انا كده كده اصلا هحط عليه بشاميل، فمش مشكلة. هرش بقى شوية من جوز الهند وكمان الزبيب. لو حابة تحطي مكسرات زي ما وضحتلك براحتك بقى، المكسرات دي بتاعتك انتي اللي هتحطيها. ودلوقتي هنجيب بقى الطبقة التانية، هنحطها البشاميل عليها. يعني في حاجة ان انتي ممكن تعمليها كذا طبقة، ساعتها بقى مش هتحتاجي كيلو طبعا على الطاجن ده، مش هتحتاجي كيلو واحد من البطاطا، محتاجة ان انتي تجيبي 2 كيلو مثلا، تعملي راق من البشاميل وراق من البطاطا، وبعد كده المكسرات بتاعتك، وبعد كده راق تاني من البطاطا، ورشة بشاميل في النص على المكسرات، بعد كده راق تاني من البطاطا، وفوق البشاميل تاني. طبعا تحاولي توزعي البشاميل كويس قوي.
معايا بقى معلقة كده من السمنة هرشها على الوش عشان تحمر معايا الوش، بما اننا ما بنعملش ولا موتزاريلا ولا بنحط عليها بيض، لان هي بطاطا حلوة. تمام زي ما انتوا شايفين طلعت معايا. ممكن تشغلي كمان الشواية خلال نص ساعة كده هتطلع معاكي، هتكون طعمها حلو جدا، وكمان اتحمرت وخدت بقى الوش بتاعها، وطعمها وهي سخنة يجنن. وبالهنا والشفا عليكم، ان شاء الله جربوها هتعجبكم جدا، كمان هتعجب الاولاد، خصوصا ان هي هتكون مختلفة جدا عن البطاطا المشوية. ودلوقتي القناة هتطلع لكم، اشتركوا فيها ما تنسوش، ودعموني بلايك، واكتبوا لي كومنتات بالاكلات والوصفات اللي حابين تعرفوها الفترة اللي جاية. كمان شيروا الفيديو لاكبر عدد من اصحابكم عشان يشتركوا في القناة ما تنسوش.